في يوم ممطر في واحدة من مدن الصين، كانت في أم ماشية وشايلة ابنها الرضيع وبتحاول تهرب من ناس بيطردوها. استخبت في ركن ضيق وقعدت تغني لابنها عشان تهديه وما يحسش بالخوف. فجأة واحدة ست ساكنة قريب سمعتها وقربت منها وقالت ليها تعالي ادخلي بيتي بدل المطر ده عشان الواد ما يتعبش ويبرد. الأم بصت للست وراحت مسلماها الطفل وقالت ليها خديه جوه ثانية واحدة، هروح بس أجيب له شوية دواء وأرجع فورا. وقبل ما تمشي لبست الطفل دلاية أو سلسلة على شكل ثمرة جوز هند واختفت تماما. الست قعدت تدور عليها يمين وشمال، مفيش أي أثر، فص ملح وداب. مرت السنين والطفل كبر وبقى اسمه شو، وبعد 18 سنة شو كان ماشي مع لو البنت اللي تربى معاها وكأنها أخته، وده في مهرجان في بلدهم. وهم ماشيين شو سمع الناس بتتكلم عن إن في ناس اليومين دول بدأت تظهر عندهم قدرات خارقة والموضوع ده بيزيد بسرعة. فجأة شاف زحمة كبيرة وراجل بيقدم عرض بالنار وباين عليه جدا إنه عنده قدرات مش طبيعية. شو وأخته قربوا عشان يشوفوا العرض أحسن، وأول ما شو عينه جت على قدرات الراجل ده حس إن الزمن وقف، مفيش حد بيتحرك خالص. وفجأة لقى نفسه في مكان غريب في الفضاء وشاف سيف طاير في الهواء، وفي نفس اللحظة السلسلة اللي في رقبته نورت لثواني وبعدين كل ده اختفى. شو رجع للواقع وهو مبهور وقال في نفسه مستحيل الراجل ده يكون طبيعي، أكيد دي قدرات خارقة. أول ما العرض خلص أخته قالت لي يا نهار أبيض ده كان عرض يجنن، تعالى ندخل الكواليس ورا يمكن نعرف عمل كده ازاي ونتعلم منه. شو وافق واتسحبوا هم الاتنين ورا المسرح. أول ما وصلوا ورا الكواليس اتصدموا لما شافوا مجموعة ناس بيخدروا الراجل بتاع عرض النار، والراجل وقع قدامهم مغمي عليه. أخت شو اترعبت وصوتت وده خلى المجموعة تاخد بالها منهم. شو بسرعة راح داخل في الكلام ببرود وقال لهم لا مؤاخذة يا جماعة، هو الحمام فين؟ أصلنا تهنا وبندور عليه. الناس بصت له باستغراب وقالوا لي حمام ايه يا ابني؟ انت بتستقبل؟ ده مش حمام، وبعدين احنا شرطة وبنحقق مع الراجل ده. شو كبر دماغه وقال لهم تمام حصل خير، واخد اخته ومشيوا. وهو ماشي قاعد يفكر الراجل ده اكيد استخدم قدرته في العرض والناس دي شكلها بتصطاد اللي زيه. بعدها شو سأل اخته ايه رأيك في الناس اللي بتطلع ليهم قدرات اليومين دول؟ ردت عليه بمنتهى الثقة يا عم دول اقوياء ماشي، بس انا اول ما قدرتي تظهر هفرتكهم كلهم، وانت يا شو حتى لو طلعت لك قدرة اكيد هتبقى تعبانة زيك كده، بس ما تقلقش انا هحميك، ما انت في الاخر الشيف الخصوصي بتاعي. شو اتصدم من كلامها بس ابتسم وقال لها ماشي يا ستي اللي تشوفيه. رجعوا البيت وهناك قابل لو الست اللي ربته وهو صغير، سلم عليها ودخل المطبخ. لو كانت قاعدة بتتفرج على الاخبار وهي مهتمة بموضوع القدرات الخارقة ده. شو لقى المكرونة خلصت فقرر ينزل يشتري شوية، وهو ماشي في الشارع ذكريات طفولته هجمت عليه. افتكر ازاي مفيش حد واقف جنبه غير له، حتى لما كان بيمرض كانت هي الوحيدة اللي بتشيله، لدرجة انها هربت من الملجأ عشان تعيش معاه في بيته. وهو سرحان في الكلام ده ما خدش باله من عربية طايرة خبطته ورمته على الارض غرقان في دمه. كانت خلاص شكلها النهاية، بس فجأة حصلت المعجزة، السلسلة اللي في رقبته نورت وبدأت تعالج كل جروحه في ثواني. شو طار في الهواء ونزل تاني على الارض، فتح عينيه وهو مش مصدق انا ازاي اتخبطت الخبطه دي ومش حاسس بوجع، هي قدرتي ظهرت ولا ايه؟ بس انا مش هسيب السواق اللي خبطني ده يهرب بالسهوله دي. السواق كان واقف بعيد بيبص عليه وهو مرعوب وفكره مات. فجاه شو قام وقف ومثل عليه انه عفريت وجاي ينتقم منه. السواق مات من الرعب، وشو لقى ارقام غريبه بتظهر فوق راس السواق. السواق جرى ركب عربيته وخلع، وشو كمل طريقه يجيب المكرونة. شو وصل المحل وهو غرقان دم، فصاحب المحل اتخض اول ما شافه. فجأة ظهرت ارقام تانية فوق راس الراجل. شو اتلخبط اخذ المكرونة وجرى على البيت، وهو بيجري خبط في اتنين كمان وبرضه ظهرت ارقام فوق راسهم. اول ما دخل البيت لو شافته واتخضت ايه اللي حصل لك؟ قال لها ما تشغليش بالك، وجرى على الحمام. بص في المراية لقى جسمه زي الفل مفيش ولا خدش. دخل اوضته وقعد يتخيل قدرته عبارة عن ايه. فجأة ظهرت قدامه شاشة غريبة فيها نقط جمعها طول اليوم. قعد يفكر مين الناس دي؟ انا ما اعرفش حد فيهم. وبعدين افتكر الارقام اللي ظهرت فوق روس الناس اللي ضايقهم، فقال يا نهار ابيض ده انا كل ما ارخم على حد او اضايقه باخد نقط سحرية، وكل ما الرخامة تزيد النقط بتزيد وقدرتي بتقوى. شو طار من الفرحة وقال بس ده انا ههري الناس رخامة وهبقى ملك الشياطين الجديد. وهو بيقلب في الشاشة لقى حاجة اسمها عجلة الحظ.
الحظ، اللفة ب100 نقطة وهو معاه 900، يعني 9 لفات. قعد يلف، أول مرة حظ أوفر، تاني مرة شكرا للمشاركة، في التالتة طلعت له تفاحة سحرية. أول ما أكلها حس بطاقة مرعبة في جسمه، فضل يلف لحد ما طلعت له لفافة ورق فيها كلمات الأغنية اللي أمه كانت بتغنيها له زمان. قعد يغنيها وهو مغمض، وحس إنه انتقل لعالم تاني جوه قدرته، ولقى نفسه في منافسة مع أخته، ولقى النقط السلبية بتعد قدامه. فرح جدا وقرر يرخم عليها أكتر عشان يجمع نقط أكتر. بعدها خرج يروح السينما، بس وهو هناك حس بحاجة غريبة برا. طلع فوق السطح يشوف ايه، لقى نفس الجماعة بتوع الكواليس، فحاول يستخبى بس قفشوه. واحد منهم قال له انت بتعمل ايه هنا يا انت تابع العصابة ولا ايه؟ رد ببرود يا عم انا ساكر هنا، انتوا اللي بتعملوا ايه؟ الراجل قال له في مجرم خطير هنا وبنطرده، ادخل جوه عشان ما تتأذيش. هز راسه ودخل وهو بيقول لنفسه ازاي حسيت بيهم وهم ما حسوش بيا؟ ده معناه ان قدرتي اقوى منهم بكتير. فجأة سألته كنت بتعمل ايه برا؟ ولسه هيرد شافوا واحد مرمي قدام البيت. طلع يجري يشوفه، قعدت ترخم عليه وتديله نقط سلبية لحد ما طلعت وراه. طلع الراجل هو نفسه بتاع عرض النار. قال له لازم نطلب الاسعاف وندخله جوه. ردت يا عم اسعاف ايه؟ دي غالي علينا، سيبه هنا وخلصنا. الراجل اول ما سمع كده اتغاظ، لانه كان بيمثل انه مغمى عليه وطلعت منه نقط سلبية. فهم انه صاحي وقعد يزود في الرخامة عشان يلم نقاط، وقال في نفسه ده انا هبقى ملك الشياطين اسرع مما كنت اتخيل. الراجل جاب اخره وقعد عايز اشرب، هاتله ميه. رد بطريقه خد حته التلج دي اللي عندنا. الراجل ولع نار من كتر الغيظ وحاول يحرق بس قدرة طفت النار واحرقته قدامهم. الراجل قال لهم انا ماشي مش عايز منكم حاجه. قال له خلي بالك وانت نازل من على السطح لا تقع تاني. وطبعا لم نقط زياده من غيظه. دخل لاخته وسالته انت ازاي ما اتحرقتش؟ هي قدرتك ظهرت؟ قال لها مش عارف. قالت له حتى لو ظهرت جسمك الضعيف ده مش هيستحملها. قال لها بتقول ايه؟ ده انا قدرتي ظهرت وبقت 100 وبالمناسبه بقى اعملي لي الواجب بتاعي قبل ما تنامي. وطبعا اخذ منها نقط زياده وهو خارج. دخل اوضته وبدا يكتشف قدراته اكتر. لا حاجه بتتباع بالنقط، اشتراها وطلعت ماده غريبه. اول ما اكلها دخل في عالم الطاقه بتاعه وشاف كوكب بعيد، وعرف انه اكتسب قوه جديده. لما فاق لقى نفسه يقدر يشيل السرير بايد واحده. خرج لقى بتتفرج على التلفزيون، قعد جنبها وفتح جروب الفصل وقعد يلقح كلام ويرخم على زمايله ويلم في نقط. لما شبع سالته هم ليه مش بيكلموك؟ رد عليها عشان عارفين اني معيش فلوس فمش بيوجعوا دماغهم معايا. صعب عليها حاله، وقامت جابت ليه شويه بيض عشان ينزل يبيعهم تاني يوم ويسندوا بيهم مصاريف البيت، لان ده كان دخلهم الاساسي. تاني يوم واقف بيبيع بيض وجنبه راجل عجوز بيسال عن قال له هي تعبانه النهارده. عدى عليه 2 من زمايله وعملوا نفسهم مش شايفينه. العجوز اتضايق وقال هم ما كلموكش ليه؟ قال له ببرود تلاقيهم محرجين عشان ببيع بيض مش اكتر. فجأة ظهر رئيس الفصل وقعد يتنطط على ويتريق عليه. هو بيع البيض ده اللي مأكلك عيش؟ رد بمنتهى الهدوء واحدة واحدة وبجمع مصاريفي. وده غاظ الولد جدا، أخذ منه نقاط. رئيس الفصل قال له بيعهم بسرعة قبل ما سمعتك تبوظ في المدرسة. قفشه وقال له لو خايف عليه بجد ما تشتري انت البيض كله ولا ما معكش؟ الولد كرمته ونقحت عليه وقال له طبعا اقدر. في ثانية لما كل البيض في كيس واحد وقال له رئيس الفصل اشترى كل البيض يا جماعة مفيش بيع خلاص. الناس اللي كانت واقفة في الطابور اتضايقت لم نقط من كل اللي واقفين وخد الفلوس من رئيس الفصل في ثواني. رجع المدرسة لقى موقع جديد نازل بيراقب الناس اللي عندها قدرات. جات له فكرة صيعة يلم بيها نقاط. وقف وقال لكل الفصل في طالب جديد قدرته ظهرت يا جدعان. الفصل كله هاج مين ده؟ قال لهم اللي بعت الرسالة مجهول فما عرفش مين. الفصل كله اتغاظ منه لما سبوبة نقط محترمة. وهم بيتكلموا طالب دخل يصرخ الحقوا مصيبة. طالب من السنين اللي فوق قدرته ظهرت وماسك المدير وعايز يرميه من فوق السطح. قال في نفسه دي فرصة عمري ألم نقاط. وجرى على السطح وهو في الطريق عدى على بنت اسمها ليه وحس ان عندها قدرة مخفية بس مش مبيناها. وصل السطح لقى الطالب ماسك المدير والكل واقف متلج. دخل في الموضوع وقعد يدي الطالب محاضرة طويلة ومملة من عواقب قتل المدير. الكل زاق من رغي وكلامه الكتير بس هو كان عمال يلم نقاط بالكوم. الطالب اتشتت
ماتت من الرغي، والشرطة استغلت الفرصة وقفشته والموضوع خلص. رجع الفصل لقى ناس جاية تعمل اختبارات للطلاب عشان يعرفوا مين عنده قدرات. شو خاف لا يتفضح، روح البيت لقى له تعبانة جدا وحرارتها عالية. شو استخدم عجلة الحظ لحد ما طلعت له فاكهة صغيرة اداها للو، ومن أول قطمة خفت وبقت زي الفل. تاني يوم في المدرسة النتائج طلعت، أول اسم ليه البنت اللي شافها على السلم، وبعدين رئيس الفصل، وفي الآخر المدرس قرأ اسم وهو مش مصدق. شو بعد ما اسم شو طلع في كشف القدرات الفصل كله كان في حالة ذهول. تاني يوم جه طالب جديد اسمه جيا وقعد جنب شو، لأن البنت اللي كانت قاعدة جنبه هربت من كتر رخامته. شو كالعادة بدأ يستظرف عليه عشان يلم نقاط. سأله هو حد قبل كده اعترف لك بحبه؟ جيا قال له أيوة. فشو قال له لا أنا قصدي بنات، في بنت اعترفت ليك. جيا اتصدم، وشو أخذ أول جرعة نقاط منه. بالليل الطلاب اللي عندهم قدرات اتجمعوا عشان يتدربوا، وشو اكتشف ان المدرب هو نفس الراجل اللي قابله كذا مرة قبل كده. المدرب سأل سؤال كيمياء عن خليط الصوديوم والبوتاسيوم. رئيس الفصل رفع ايده بس المدرس نفضه واختار شو رد بمنتهى الثقة ده اكيد الطريق للجنة صح. فالمدرس اتعصب وقال له انا غلطان اني سألتك. المدرس وزع عليهم انابيب اختبار فيها مادة بتغير لونها حسب قوة الشخص، كل ما اللون يغمق كل ما كنت اقوى. شو بقى عمل حركة صيعة، أكل فاكهة بتضعف القوة مؤقتا عشان يداري قوته الحقيقية، وطلعت نتيجته أضعف واحد. رئيس الفصل قعد يتريق عليه بس شو رد عليه بكلمتين سم خلاه يغلي هو وبقية الفصل. رجع البيت وفتح عجلة الحظ لقى صنف جديد نزل اسمه توفو، وهي عبارة عن جبنة صينية ريحتها كانت تقرف بس طعمها حلو جدا. لو شمت الريحة وقالت له ايه القرف ده ابعدوا عني. شو قاعد يلف العجلة لحد ما جمع 50 حتة توفو. فجأة لو حصل ليها حاجة غريبة، نور اسود نزل من السماء واخترق جسمها وخريطة النجوم بتاعتها ظهرت. قدرتها اخيرا اتفعلت وبقت طايرة من الفرحة. شو فكر يستغل التوفو المعفن ده وقرر ينزل يبيعه، والناس اللي تشم الريحة وتتضايق تديله نقاط، والناس اللي تاكل وتعجبها تديله فلوس. سبوبة من الناحيتين. وهو خارج شاف راجل عجوز بيتدرب بالسيف باحترافية. العجوز قال له عايز تتعلم الحركة دي؟ شو قال له لا ومشى وسابه مظلوم. شو قعد يجمع نقاط ويفتح فيه خريطة النجوم بتاعته لحد ما خلص كواكبها كلها. وفجأة ظهر ليه سلاح أسطوري عبارة عن سيف يقدر يستدعيه ويتحكم فيه في الحقيقة. تاني يوم في المدرسة رئيس اتحاد الطلبة كان عامل ماتش ريست ومحدش عارف يغلبه. شاف شو وقال له بطريقة ما تيجي ألعبك بإيد الشمال الضعيفة عشان تبقى الفرص متساوية. شو قال له تمام. في ثانية شو رزعه على الترابيزة، الكل اتصدم وشو لم نقاط بالهبل. قال له يا عم أنا إيد الشمال جامدة شوية، ما تيجي نلعب باليمين يمكن تكسب. ولعبوا باليمين وغلبوا تاني. رئيس الاتحاد كان هيتجنن. فشو قال له تصدق بالله أنا قدرتي زادت أول ما لمست إيدك، أنت شكلك بخت الحلو. وطبعا كمل عليهم في الغداء وهو شايل التوفو المعفن عشان يسد نفسهم ويلم نقاط زيادة. جي راح لشو وهو مستغرب وقال له بقول لك ايه انت ازاي قوتك زادت فجأة كده؟ شو رد عليه بصوت عالي عشان يسمع الكل كله بفضل رئيس الفصل، ده هو نجمة حظي، اول ما مسكت ايده الباور بتاعي علي. جي قال له طيب ما تقول للمدرس يمكن يديك احجار سحرية زيادة تساعدك. شو سأل بفضول هو المدرس ده شغال فين اصلا؟ جي رد ده تبع شبكة الارض. شو استغرب هو في شبكات تانية؟ جي قال له ياه ده في شبكة السماء ودي اقوى بكتير من شبكة الارض. شو هز راسه وقال له تمام وصلت. لما شو رجع البيت سمع صوت ناس بتتكلم برا، قعد يتصنت عليهم وفهم انهم تبع شبكة السماء دي. لقى القائد بتاعهم رايح للراجل العجوز اللي كان بيتدرب بالسيف وبيعرض عليه منصب كبير في شبكة السماء، بس العجوز رفض بمنتهى التناكة وقال له والله انا مش فاضي دلوقتي ورايا حاجات اهم. المهم القائد رد عليه وقال له ماشي براحتك بس خليك عارف ان المكان الفاضي في منظمة سكاي نتورك ده معمول عشانك انت ومحدش غيرك هيملى مكانه. وبعدها سابه ومشى. شو بقى كان مراقب الليلة دي كلها من بعيد وفهم ان الراجل العجوز ده واصل وتقيل في المنظمة، فقرر انه لازم يتعلم منه اصول اللعب بالسيف. تاني يوم شو راح للعجوز وقال له بصراحة انا عايزك تدربني. الراجل فرح جدا وقال له يا مرحب بيك يا ابني تعالى في اي وقت. بس شو ما كانش سهل، قال له ماشي بس عندي شرط واحد. العجوز استغرب وقال له شرط ايه ده كمان؟ شو رد عليه عايزك تذاكر للو وتساعدها في دروسها، فانا الفترة دي مش فاضي احك
هعك راسي ومش هعرف أذكر لها. طبعا العجوز اتضايق ولو نفسها كانت هتموت من الغيظ، وشو كالعادة نازل يلم في نقط منهم هم الاتنين، واليوم خلص على كده. تاني يوم وشو قاعد في الفصل لقى العداد بتاعه عمال يرفع ونقاطه بتزيد. استغرب في الأول وبعدين فهم لو ما كانتش سايبة العجوز في حاله في الدرس وعمالة تطلع عينيه، وطاقتها كانت عمالة تتفاعل، وده اللي خلاه يلم نقط أكتر. وهو خارج من الفصل شاف ساي ماشية جنبه، بس كانت هادية بزيادة، هدوء مريب كأنها مخبية وراها مصيبة. في نفس الوقت العجوز كان بيحاول يشرح للو مسائل رياضية، وهي كانت خلاص فصلت وعمالة ترخم عليه بأسئلتها المستفزة. سألته هو انت اتعلمت العد ده امتى؟ رد عليها بزهق من قبل ما تتولدي يا شطرة. قالت له يعني انت عندك 81 سنة وانا عندي 10 سنين؟ لو طرحنا العشرة من 81 يبقى انت قضيت 71 سنة من عمرك ما بتعرفش تعد. البنت كانت رغاية ورخمة جدا يا جماعة بشكل مش طبيعي. العجوز كان هيفرقع من جنابه، وشو مصلحته ماشية والنقاط عمالة بتزيد. أول ما شاف شو العجوز قال له أدينا ذاكرنا للبنت زي ما طلبت، يلا بقى دوري أعلمك فنون السيف. شو قال له اتفقنا. العجوز طلع مجموعة أثقال وقال له عايزك تلبس دول بالتدريج من الخفيف للتقيل، والجوانتي ده أتقل حاجة وزنه داخل في 300 كيلو، ابدأ بالراحة لحد ما تتعود عليه. شو بص للأوزان كده وراح ماسك الجوانتي بإيد واحدة وحدفه في الهواء وقال له طاقتي الفترة دي زادت وبقيت وحش، خلينا نخش في التقيل على طول. العجوز انبهر بيه وقال له خلاص على بركة الله. راح جاب ورقة وقال له هعلمك ان مفيش حاجة صعبة وان اي حاجة في الدنيا دي ممكن تتقطع. وبدأ يجمع طاقته كلها حوالين الورقة دي، وراح ضارب الهواء بضربة قوية لدرجة انها شقت الفراغ نفسه، وحتى الحيطة اللي قدامهم اتقسمت نصين. بعد الحركة دي العجوز حدف السيف لشو عشان يبدأ تدريبه بجد. شو ما كدبش خبر، فضل يتمرن وطاقته عمالة تزيد وتنفجر، وكان بيتعلم بسرعة الصاروخ لدرجة انه بقى خبير في السيف في وقت قياسي. الظاهر دي كانت موهبته الحقيقية فعلا. لما الليل جه العجوز سأل شو سؤال عميق شوية، قول لي يا ابني هو الواحد امتى بيبقى قوي بجد؟ شو رد ببرود لما يكسر كل القواعد. العجوز هز راسه وقال له لا مش ده اللي قصدي عليه، انا قصدي الشخص بيجيب القوة اللي تخليه يكسر القواعد دي امتى. شو قال له والله ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان عايز اعيش في سلام واحمي اختي وبس، مش عايز اكتر من كده. العجوز قال له بس القوة الكبيرة دي بتخليك تقدر تحمي ناس اكتر وتعمل قرشين حلوين كمان. شو قال له حتى لو حد طلب مني مهمة مش هقبلها، انا ما بحبش اعتمد على حد، يمكن عشان الطريقة اللي كبرت بيها، بس انا عارف ان الدنيا صعبة ومحتاجة شقة، وعشان كده مهما ضاقت بيا مش هستسلم، هعيشها بطريقتي حتى لو طريقتي دي غلط. العجوز انبهر بكلامه جدا وقال له ماشي يا سيدي اللي تشوفه. تاني يوم العجوز كان بيذاكر للو تمارين صعبة، وجاب لها كيس شيبسي عشان يفتح نفسها ويخليها تركز وتفهم بسرعة رغم انها لسه طفلة. فجأة العجوز حس بحد من منظمة سكاي نتورك واقف وراه. طلع شير. لو كانت متضايقة من وجودهم هما الاتنين، وطبعا ده خلى شو يلم نقط بالكوم. شو استغرب لما شاف شير هناك اللي كان عمال يشرح للعجوز ان في اخطار بدأت تظهر في البلد وعايزه ينضم للمنظمة، بس العجوز ركب دماغه ورفض. بعد ما شير مشى العجوز ادى لشو انبوبتين صوديوم عشان يختبر قوته وصلت لفين. شو استخدمهم والسائل اللي جواهم قلب اسود غامق، ودي علامة ان قوته وصلت لدرجة ايه، ودي اعلى رتبة. مش بس كده، اللون اتغير تاني وده معناه انه عدى الايه كمان، حتى لو درجتها عليت وبقت فوق الايه، والموضوع بقى جد جدا. شو خرج ودفن الانابيب دي عشان محدش يشم خبر، ولما قابل العجوز وقال له ها عملت ايه، شو اشتغل وقال له انا لسه ضعيف زي ما انا. فالعجوز اتصدم وسابه ومشى. بعدها شو فضل يتدرب على خريطة النجوم بتاعته لحد ما فتح قوة جديدة زي هالة كده بتحاوط جسمه وتحميه من أي ضرر وتزود قوته. وفي نفس الوقت لو كانت بتحلم بخريطة النجوم بتاعتها وهي كمان فتحت قدرة جديدة.
شو قال لها ورينا كده، وريني القوة دي. البنت راحت مستدعية نملة من الثقب الأسود بتاعها وقالت له إنها بدأت تحس بطاقة الكائنات الميتة، والنملة دي لسه ميتة امبارح. شو أخدها برا عشان يجربوا القوة دي على كائنات تانية. استدعت عصفورة جميلة بس قال لها العصافير دي مش هتنفعك في خناقة، لازم نلاقي حاجة أقوى. قالت له ناوي على إيه؟ رد عليها تعالي معايا هجيب لك أقوى سلاح. أخدها وراحوا لمحل جزارة خنازير عشان تستدعي كائن يليق بالطاقة السوداء بتاعتها. قالت له أنت عايزني أبقى بنت الخنزير ولا إيه؟ ضحك وقعد يرخم عليها كالعادة. استنوا لما خنزير اتذبح ورجعوا البيت. قال لها استدعي الخنزير بتاعك دلوقتي، وفعلا عملت كده. وشو جرب يضربه بالسيف وخلص عليه في ثانية. لو كانت خلاص هتاكل شو من الغيظ، بس هو ثبتها بكلمتين وقال لها حقك عليا، هعمل لك احلى عشاء. وقعدت تاكل معاه. شو كان طاير من الفرحه عشان الفلوس اللي بدات تجيله من بيع التوفو خلت حياتهم احسن. وقال لها قريب قوي هنشتري البيت ده ونخلص من هم الايجار. بس فجاه شو حس بوجود ناس عندهم قدرات خارقه قريبين منهم. خرج يراقبهم ولو لزقت فيه وصممت تروح معاه وقالت له ما تقلقش مش هعطلك. وجريوا ناحيه الطاقه عشان يشوفوا اللي بيحصل. في نفس الوقت العصابة كانت متجمعة على كوبري ومستعدين يواجهوا الشرطة. وشو ولو واقفين بيتفرجوا على المعركة من بعيد. كان في ضابط شرطة وحش عمال يصد ضربات المجرمين بكل سهولة ومحدش عارف يقرب منه. بس فجأة فقد تركيزه وواحد من المجرمين هجم عليه. الضابط لما عرف قوة المجرم جرى ناحية زمايله وبدأت جولة جديدة من الضرب. المجرم ده كان قوي جدا، متصنف خطر رتبة 4 يعني جبار، وقدر يخلص على 2 من الضباط وخلع هو ورجالته. الشرطة بدأت تجمع نفسها ويخططوا عشان يوقعوهم في الفخ. شو قال لاخته ارجعي انت البيت، وقرر يروح ورا المجرمين لوحده. وصل لبيت لقاه محاصر بالشرطة من كل حتة، والظاهر العصابة كانت مستخبية جواه. واحد من العصابة قال للزعيم ايه رأيك نسلم نفسينا، دول كتير قوي برا ومش هنقدر عليهم. الزعيم رد عليه بطريقة نسلم نفسنا؟ انت عبيط يا ابني، تعال ورايا وانا هحميك، ما تقلقش من حاجة. اخذ الاتنين وخرجوا من البيت. واول ما خرجوا الشرطة فتحت عليهم النار من كل ناحية. بس الزعيم الواطي استخدم رجالته ودرع بشري ولبسهم هم الرصاص. الشرطة بدأت تطرده، وواحد منهم حدف سيفه وقدر يخرم جسمه وافتكروا انه خلاص مات. بس لقى المجرم قام تاني كأن ما فيش حاجة حصلت وبص ليهم وقال جاهزين تموتوا. وفجأة الكل اتفاجأ بشو نزل ليهم من السماء وقال لهم ببرود تصدقوا لو قلت لكم اني جيت هنا بالصدفة؟ طبعا الشرطة افتكروه واحد من العصابة واتغاظوا منه وامروا 2 يهجموا عليه عشان يخلصوا منه. بس شو كان معلم بزيادة، محدش عرف يلمسه حتى، وفضل يضرب فيهم بمعلمة وتقنية عالية قوي. في نفس الوقت كذا ضابط هجموا على المجرم وكانوا خلاص هيغلبوه، بس المجرم ضرب واحد واستفز التاني وخلص عليه تماما. الراجل ده كان قوي بشكل مرعب. شو كان خلص على الاتنين اللي معاه ووقف بيتفرج، وفجأة حتة حديدة تحت رجليه فكت ووقع على الأرض. ضابط شرطة حاول يستغل الفرصة ويضربه وهو في الهواء، بس في الآخر الضابط هو اللي خسر. كده مفيش غير شو والمجرم وش الوش. المجرم بص لشو وقال له جا دورك يا بطل عشان تموت. بس فجأة شو شحن طاقته والاتنين خبطوا في بعض، وقوة شو كانت كاسحة وقدر يفرتك المجرم ويثبت انه ماستر حقيقي. بعد المعركة شو رجع البيت ولقى له هتموت من القلق عليه. طمنها وقال لها ما تقلقيش كله تحت السيطرة، تعالي معايا عايز افسحك. قالت له مش انت قلت كده امبارح وودتني محل خنازير؟ ضحك وقال لها لا المرة دي غير، ما تخافيش. وهم خارجين قابلوا العجوز وسألهم رايحين على فين يا اولاد؟ لو ردت شو هيوديني مطعم قريب، صح يا شو؟ وهو أكد كلامها. وهم ماشيين فوق الأسطح شو طلب من لو تمسح المنطقة في دايرة كيلومتر عشان تتأكد إن مفيش حد غريب. وفعلا استدعت العصفورة وقالت له الدنيا تمام. شو رح يتأكد بنفسه وبعت لها رسالة إنها تجيله. أول ما وصلت سألها حاسة بضاقة حد ميت هنا؟ قالت له 3، واحد طويل و2 قصيرين. قال لها تمام اسحبي طاقة الراجل الطويل ده. وفعلا سحبتها، بس لما طلب منها تستدعيه عشان يتأكدوا قالت له طاقتي خلصت ومحتاجة يوم عشان ارتاح. قال لها مفيش مشكلة، احنا عملنا شغل عالي النهاردة يلا نرجع. قالت له نرجع فين؟ مش قلت هتوديني مطعم؟ شو قال لها ما كنا بنهزر يا لولو.
قفشت وقالت له لا، عايزنا نرجع وبطننا فاضية عشان العجوز يسيح لينا. ضحك وقال لها خلاص يا ستي تعالي نحتفل، واخدها مطعم في وسط البلد وقعدوا ياكلوا، وهي طبعا كان نفسها مفتوحة على الاخر. وهم بياكلوا شو بص للو وقال لها اللي حصل بينا النهارده ده سر، اوعي تبيني قوتك لحد. هزت راسها وقالت له امين. شو فضل يتامل فيها وهي بتاكل وقال لها بقلب حنين انا عارف ان المعيشه معايا صعبه، لو كنتي لسه في الملجأ كان زمانك بتاكلي احسن من كده، انا اسف لو كنت مقصر معاكي. لو اول ما سمعت الكلمتين دول عيطت وقالت له انا لا فرق معايا اكل ولا شرب، انا كل اللي عايزاه اني اعيش معاك في بيتنا. شو اتأثر جدا وافتكر ايام شقاهم واول مرة جمع فيها فلوس عشان يأجروا البيت ده، وقال لها وانا كمان ده اللي عايزه، ومن النهارده هنفضل مع بعض على طول. في الناحية التانية منظمة سكاي نتورك كانت عاملة اجتماع بيحاولوا يعرفوا مين البعبع اللي غلب المجرم القوي. قالوا من طريقته وشكله ده واد مراهق، بس لو مراهق ووصل للمستوى ده لما يكبر هيعمل فينا ايه؟ لازم نلاقيه وبسرعة. في الوقت ده شو كان ناس الدنيا ووقف يبيع توفو وسمعته بقت في السما لدرجة ان البضاعة كانت بتخلص في 10 دقايق. شو كان متضايق شوية عشان الناس بقت تحب التوفو بتاعه، فما بقاش عارف يلم نقط من مشاعرهم السلبية، لحد ما جاله راجل سأله على توفو، ولما قال له خلص الراجل اتنرفز، فشو لم 50 نقطة. ومن هنا جات له الفكرة. جاله واحد تاني قال له عايز توفو. شو قال له تعال قرب كده، مفيش توفو يا حبيبي. خلاص بح الراجل اتغاظ وشو خد منه 100 نقطة وهو بيضحك. تاني يوم لو صحيت وقالت له ان طاقتها رجعت وورته الكائن اللي استدعته، وقالت له انا بقدر اتحكم فيه زي ما انا عايزه، ده انا ممكن اخليه يضربك دلوقتي لو حبيت. شو قعد يترجاها لا وحيت ابوكي بلاش. لو كملت وقالت له انها كمان بتقدر تشوف ذكرياتهم وشافت مكان مخبيين فيه فلوس مسروقه كتير، اقترحت يروحوا ياخدوها، بس شو رفض وقال لها ما ينفعش، لو اخدناها لازم نسلمها للشرطه وساعتها هيسالونا عرفتوا مكانها منين وسرك هيتفضح. لو اتضايقت وقالت له طب ما ناخدها ونشتري بيها البيت اللي احنا فيه. شو قال لها انا كمان نفسي اشتري بيت بس مش بالحرام، وقعد يرخم عليها لحد ما سابته ومشت. تاني يوم في المدرسة الفصل كله كان بيتكلم على حوار الكوبري، وشو دخل قعد يرخم عليهم كالعادة ويلم فيه نقاط. سأل زميله جيا عن الأرض المباركة، قال له دي أرض مليانة طاقة بتخلي الواحد يوصل لأعلى المستويات بسرعة، بس غالية نار. جي قال له بس في طريقة تانية، الأحجار السحرية، وبيقولوا هيوزعوا علينا منها بكرة. وفعلا جه مدير جديد للمدرسة، وده كان عضو تقيل في سكاي نتورك وجاي مخصوص عشان يدرب فصل المواهب الخاصة. أول ما المدير ده مر من جنب شو حس بحاجة غريبة وفهم ان الراجل ده مش سهل. المدير كمان حس ان في طالب لقطة بس كبر دماغه. في الفصل المدير حذرهم من الشخص الغامض اللي ظهر في المدينة ووزع عليهم احجار سحرية، وعشان شو مستواه قليل خد حجرين بس. شو اخد جي على جنبه وسأله هو الاحجار دي بتتباع وبكام؟ جي قال له دي ممنوع تتباع، بس انا اعرف حد في السوق السوداء يخلصها. وفعلا الحجر الواحد طلع ب120,000 ين، يعني شو لو بحهم يشتري البيت بفرشه. شو رجع البيت لقى له مستنياه، بشرها وقال لها عندي ليكي خبر ب1,000,000. طلع الفلوس اللي حوشها وجاب لها موبايل جديد وقال لها كلمت صاحب البيت ومن بكرة البيت بقى ملكنا وباسمي. لو من كتر الفرحة قعدت تعيط وحضنته، وكانت لحظة زي الفل. بعدها المدرسة بلغتهم ان في رحلة تدريب لمكان اسمه الخراب، وده مكان اتكون بعد غزو الكائنات الفضائية وفيه كنوز واوهام. الطلاب وصلوا هناك والمدرب قال لهم دي مهمة سرية واي حد هيسرب معلومة هيتحاكم عسكريا. كان في طالب تخين شوية ومقريف وقعد يطلب كرسي عشان مش عايز ياكل على الارض، لحد ما عسكري غلبان قعدوا على كرسيه وقعد هو على الارض. شو لما شاف المنظر ده ما تفهمش، راح للطالب وقال له قوم من على الكرسي ده. الواد عمل نفسه مش سامع. شو راح مديله بوكس والمدرب خد الواد وشو كمل اكله ولا كأن في حاجة حصلت. بالليل الكل كان عمال يتدرب بجد الا شو ما كانش عارف يتدرب زيهم ازاي. قال
لنفسه وانا اتعب نفسي في التدريب ليه لما ممكن الم نقاط بطريقه تانية، يلا بينا نروح نهيص شويه. راح لرئيس الفصل وقعد يرخم عليه وهو بيحاول يركز والتاني يحاول يطنش وشو مش سايبه لحد ما جمع منه حبه نقط حلوين راح اشترى بيهم تفاح. وبعدها شو حاول يكلم له عشان يطمن عليها بس ما كانش فيه شبكه خالص، فبدا يقلق ويحس ان في حاجه مش مظبوطه. وقت الغدا الطباخ ادى لشو اكل زياده، وحتى واحد من العساكر عرض عليه الكرسي بتاعه غالبا عشان الموقف الرجولي اللي شو عمله امبارح مع الواد الرخم، بس شو رفض يقعد على الكرسي وقعد على الارض مع جية. بعد الاكل رجع تاني لرئيس الفصل اللي كان خلاص جاب اخره منه وهرب يتدرب بعيد عن المعسكر. بس هل شو سابه؟ ابدا، فضل وراه يرزل عليه لحد ما لم كل النقاط اللي نفسه فيها. بعدها شو راح يتدرب لوحده، فتح خريطة النجوم وزود قوته وحس انه بقى وحش بجد. وهو رايح يتغدى رئيس الفصل جاله وهو شايط وقال له انت فاكر نفسك تقيل عشان غلبتني في مصارعة الايد قبل كده؟ انا كمان قوتي زادت ولو اتخانقنا دلوقتي هفرتكك. شو وافق على التحدي والمدرس سمعهم وجه عشان يبقى هو الحكم. كل الطلاب كانوا بيشجعوا رئيس الفصل ونفسهم شو يخسر عشان يخلصوا من رزالته، وده طبعا اللي شو كان عايزه عشان يلم نقاط. اول ما المدرس رفع ايده وقال ابدأ، شو خلص على رئيس الفصل في اقل من ثانية. الكل اتصدم وشو عمال يلم نقط من ذهولهم. المدرس نفسه اتفاجئ بقوة شو وقال له تعالى يا بطل لعبني انا. شو ما كدبش خبر ووافق، ورغم ان المدرس اقوى بكتير من رئيس الفصل بس هو كمان خسر قدام شو وبسهولة. المدرس فرح جدا بقوة شو وقال له انت قدامك مستقبل عظيم يا ابني، استمر ومحدش هيقدر يقف في وشك. شو بقى راح مشغل دماغه وقال له بطريقة لا يا مستر، ده كله بفضل رئيس الفصل، ده وش السعد عليا، كل ما بلمس ايده طاقتي بتزيد. طبعا رئيس الفصل سمع الكلمتين دول من هنا والنقاط نزلت ترف على شو من كتر غيظه. وهم قاعدين فجأة مدير المدرسة ليه لاحظ ضباب تقيل قوي داخل على المنطقة وفهم ان ده مش ضباب طبيعي. راح ضارب جرس الطوارئ وامر الكل يخلوا المكان فورا. شو سمع الجرس وحاول يهرب مع زمايله بس الضباب كان اسرع منهم وفي ثواني كان بالع الكل جواه ومبقاش حد شايف التاني.